كاين واحد الخبر نريد تأكيده الآن. أكبر، الله أكبر. وهو واو الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قرار الكاف تتخذ قرارا. يشد روحكم مليح. ومبروك المغرب بطل افريقيا. بمنح المغرب اللي انا حبيت نقول كأس افريقيا بدلا من السنغال. ويو يا الجزائر وعسى. الف مبروك ربحت العصبة. استغفر الله. ربحنا كاس افريقيا. وتلا ما تحمقنيش. يحيى العدل وتركت السنغال. حاول التأكد من هذا القرار إذا كان خبر ممكن. عجيب جدا يعني. يا عيني ده اتصدم. وراكم خسرتوا. كيفاش المغرب رسميا بطل كاس افريقيا الخوص؟ ثم قال ماذا؟ خبر عجيب غريب. الرعد. ما تخاف، ما تدهش، ما تبوش من بلاصتك. والكيس رجع لينا، الكاس افريقيا رجع لينا. فضيحة. إذا نحن المباشر نتكلم على فضيحة من أكبر أو أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم. ما صدت على كرافات ليه؟ الرند. المغرب يتوج بكأس افريقيا 2026 بعد سحبه من منتخب السنغال. خبر عجيب وغريب وغير مفهوم تماما. فائز بكأس افريقيا ل 2025 الذي انسحب في المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي. مبروك علينا، ألف 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 مبروك علينا. نعيشوا غاية ركبه. واعتبرت لجنة التأديب حسب القوانين أو اللوائح ديال كأس افريقيا 84 أنه منسحبا وخسر يا جدك ب3-0. الدق والسكت. لجنة الاستئناف في الاتحاد الافريقي لكرة القدم تقرر سحب لقب كأس افريقيا من السنغال واعتباره خاسر امام المغرب ب3-0. لكن لا لا الماتش يتعاود. لا العنب. الكاف كتصرح كتقول ان السنغال خاسرين، وقالوا بأن السنغال ملي انسحبت تعتبر بأنها خاسرة والمغرب رابح فورفي ب3-0. مشاو طرقوا مسامرهم، تم سحب الكأس من السنغال واعلان الفوز ديال المغرب بكأس افريقيا 3-0. وبالتالي النجمة الثانية كتلصق في القميص ديال المنتخب المغربي. خاسرين ب3-0. والمملكة المغربية اللي هي التي تستحق كأس افريقيا لعام 2025. راه داك الكاس راه قلنا لك غنديوها صحة. ربي كبير، وتركت اي هكا، ربي كبير. وتركت اي طلابة. قولوا لدوك العديان هاني مرضي الانضمام ما عندي بداش نخاف. ربحنا الكأس، ربحنا التنظيم، ربحتوا العيد. والعالم الاخر ربان معايا ديما 3 شهور وحنا هنا غنبينوا لكم باللي المغرب حاكم لازم. دابا قولوا لي المغاربه كي غنديروا لها دابا؟ واش نخرجوا نحتفلوا دابا السي المونتاج ولا نخليوها حتى العيد ونحتفلوا معاه؟ باركوا لينا في لي كومونتير، باركوا ماشي مشكل. قال لك دابا شنو غادي يدير؟ ان الكاف هي اللي غادي تكلف باش تاخذ الكاس من السنغال. وصلتوه حتى لداركم وديتوه بالتطبال. وي عمي كرغولي صافي شويه. دوك واش تقول سرقناه؟ بصحتنا خويا سرقناه، لان التاريخ سوف يتذكر اننا فزنا بكاس افريقيا 2025. تم تكرموا في بلاصتكم يا الكارمين. دابا اخويا القشاع كنا هانيين. دابا خربقتي لنا عاوتاني البارامتر ديال الدماغ ديالنا. دابا الركراكي واش غيرجع يعاود يعطيوه الكاس ويعاود يشد المنتخب؟ دابا كي غنديروا لها دابا؟ ايوا يلاه دابا بلاطواتكم، نواحكم، نديبكم، فيديوهاتكم، تردوا داونوا مع خوتكم السنغال. ناري على شمس العشيه في السنغال. والله الا دابا الجزائريين دابا هاد العيد غتحرموا عليهم حتى هما مساكين غديروا ليها. لا ما نسرقه، والتاريخ سوف يتذكر بانكم جندتوا جميع الجنود ديال الارض والسماء وجندتوا المستخبرات والاستعلامات وما خليتوا ما درتوا باش تحيدوا لنا ديك الفرحه. تخيلوا معايا شي ناس اللي كانوا فرحانين، شوف شحال من شهر هما فرحانين، دابا شنو غيوقع عليهم؟ ملي كيسول على لي سيرفييت نص فيهم عطيناهم للابوبو باش ما يفزقش لينا الارضيه. الجزائريين غيهبلوا دابا، خليتهم تبقى العيد 3 ايام غيهبلوا، وغادي نرجعوا عاوتاني نشوفوا المؤامره والكولاسه والغرف المظلمه. مبروك علينا وزكاره. غدا نعيط للدري صاحبي نقول لي ضربوا جوج نجبات هنا زكاره فيك على الجيري. انا والله حتى فرحان بهذا القرار هذا. دينا الكاس بقوه القانون.
وسيدي مبروك علينا. اقسم لكم بالله الا فرحان بهذا القرار هذا. غلبناهم قانونيا وغلبنا هذوك اللي كانوا مصدعين لنا راسنا من نهار الحد اللي طرات فيه ديك البلباله. المغرب هو قال لك بطل افريقيا. شوفوا ردة فعل ابراهيم دياز بعد ما قالوا انه المنتخب المغربي حقق كاس العالم يا اخوان. ما كنتش متنتظرها، ما كنتش متوقعها. راه عندي اكثر من اننا دينا الكاس. وما نيل المطالب بالتمني. فرحان جدا فرحان. المغرب بطل لكاس افريقيا بعد السحب او بلوتو الغاء النتيجه ديال المقابله ديال النهائي. باش ضربتي المخططات ديال دوله خسرات الزبابل ديال الفلوس. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. اعتبرته فورفي باش تضيع لك العرس الكروي وتضيع لك اللقب اللي حرفيا الدراري تقاتلوا عليه. وبينكم جيراننا نوضوا تتسحروا كوب دافريك، نوضوا ها راكم ديتوها مغارضه. الفيديو على المغرب اللي عطاوهم كوب دافريك. وتجي نتايا تدي لهم الكاس ويتحيد لهم بقوه القانون. ها كليتونا ودعمي ها راكم ديتوها هي ها. راه خصك تكون سميتك المغرب. الناس عصبوت شو نفهمك شا غادي يصرا دروك. هذه لجنه الطعون يحكم فيها مودي سي بي لقجع منا ملهي خاص. انت تتكلم قد تسناو حتى يجي الكاس لانهم غير بغاو يديروا شي تخربيق اخرى، ولكن والله بغاونا نوصلوا معاهم حتى الله ماشي غير لاطاس. شويه قال لك ديكلارونا باللي حنايا هما الشامبيون كاع ديكلاراوهم كسروا عليهم ستاتي. سافل. ها هو جا معكم الحق. ها يا مساحتكم ها برك عليكم ها. وصدقوني راه الظلم ما كيبغيش الله صاحبي. ها ديتوها في فضل في ليله القدر، ديتوها في ليله القدر. السنغال درو غادي تروح المحكمه الدوليه اللي جايه في لوزان، تما اللي غادي يعاودوا يردوا التيتر للسنغال، وبهذا يكون الاتحاد الافريقي يدير كاميرا كاشي للمغربي. تمن لك ولامثالك. استقبال درنا لهم كل شيء هذه افريقيا هذه، ولكن في اخر المطاف تبقى الجزائر الافارقه والله لا ادري، والله ما باش نشوف هذا البلد. شيريوكي ها ربي ينصركم. هي مساحتكم ما ناش حاس دينكم بصحه مساحتكم تبارك الله. بصحتكم لا في الجزائر تم تحرر البلدان الافريقيه، في الجزائر لا تحتضن كل البلدان الافريقيه، الجزائر مش الديون. تلقى من الحسن قنطرك هي اللي قطعك. شوف الناس اللي راح تخدم على التكتيك، شوف الناس اللي راح تخدم، راه خاصكم تعلموا هاد الناس اقسم لكم بالله. كل بلدان افريقيا وعدم احتضان الجزائر لمنافسه قاريه ليس بالنكبه وليس بالخيبه وليس بالخساره. خلاص يا فاشل يا فاشل. في كاس العالم يمشيوا بهكا مع وليد الركراك، الصغار طالعين بهذا التكتيك وفي عقلهم التكتيك ديال الدفاع على البلوك، يضرب لك بونت ولا زوج ولا يولي عاود يبلع. يا خويا لأن الجزائر أكبر بكثير على تنظيم منافسة قارية إقليمية. تعصبك يا فاشل. متعصب يا فاشل يا فاشل يا فاشل. شلل على دولة.